نسكت وانت موجود، ما نرضى نتكلم، واللي خلاك ما يبان يجيله يوم ويندم. لا لا لا، وما تسمع اللي يخدعك انت، وما تسمع اللي نسكت وانت موجود، ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود. معانا النهاردة ابن المغرب، النجم المطرب الشاب اللي سعى إلى نشر لهجة بلاده فأصبح سفير للأغنية المغربية. معانا النهاردة المعلم سعد المجرد. الله يبارك فيك، شكرا. منورنا في قطر النهاردة. كل الشعب في قطر هنا ومن الدول المجاورة مستنيين حضرتك يعني. الله يخليك، وانا جد فرحان بتواجدي في قطر، وهذه اول مره كنغني في قطر وانا جد سعيد. طبعا كانت الأصداء هايلة جدا النهاردة في الاحتفال، وشفت تفاعل الجماهير مع حضرتك. كنت عايزة أتكلم على تكريمك الأخير. جلالة الملك محمد السادس كرمك بالوشاح بدرجة فارس. ممكن تكلمنا عن الجائزة؟ هذا تقريبا يعني مني كنت صغير، مني كنت طفل، وانا كان حلم نتعرف او نشوف سيدي محمد السادس، واليوم أخذت وسام، فهذا شرف كبير بالنسبة لي وحلم بالنسبة لأي مطرب مغربي يأخذ الوسام ويتوشح. فأنا أعتبر نفسي محظوظ جدا أنه وقفت قدام سيدي محمد السادس. هتظل تغني باللهجة المغربية؟ يعني I'm open minded، يعني ممكن نغني بأي لهجة، لكن كنفضل في أول المشوار نوصل المسج اللي هو اللهجة المغربية ونحاول نوصلها ما أمكن. وبالنسبة لي يعني أتشرف أغني بكل اللهجات، بالمصرية، باللبنانية، بالخليجية، ما عنديش مشكلة. طبعا نجم سعد المجرد معروف انك زوين من مغربي فطبعا اكيد ده بيفتح لك المجال انك تمثل. فهل ليك اي يعني افكار عن الموضوع او خطط؟ أنا الوالدة ممثلة عندي، والدة، فكنحب التمثيل وكنعشق التمثيل، كنعشق السينما. كنتفرج في المسلسلات المصرية كتير، كبرنا احنا على المسلسلات المصرية، وما شاء الله المسلسلات اليوم، المسلسلات الخليجية أيضا عندها مكانة كبيرة، والمسلسلات السورية طبعا، والعربية بصفة عامة. كنتمنى يوم، في شي يوم إن شاء الله نشارك في شي عمل سينمائي. هذا حلمي، يعني يكون أكشن دراما أو أكشن كوميدي أو شيء إن شاء الله. هتكلم عن كليب انت معلم الشهير. طبعا تصوير الكليب كان مميز كتير، فعايزة حضرتك تكلمني عنه. أولا الكليب من إخراج أمير الرواني، اللي هو مخرج جد 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 موهوب، مخرج مغربي. تعاملت معاه، كان أول بالنسبة له، كان أول كليب بالنسبة له. هو مخرج أفلام ومخرج مسلسلات، وحبيت فكره وحبيت الإيماجينيشن بتاعه، وتعرفنا على بعض ولقينا نفسنا، يعني أفكارنا متقاربة كتير. فلما أعطيته الأغنية يسمعها طلع هو بالفكرة وحبيت فكره، فخليته هو زي ما بنقول في المغرب يعوم في بحره، يعني ياخد راحته ويجيب أفكار you can see happiness from حتى الأزياء كانت جريئة وغريبة. يس، هذه أفكاره، ومن تصميم حسن حجاج وكنزة الشاوي. شيء جميل جدا. أنا طبعا بشكرك قوي، وعايزة حضرتك في النهاية تقول لجمهورك في قطر والخليج اللي بيحبوك جدا في كل العالم العربي كلمة. كنشكركم بزاف وكنحبكم بزاف، وكنتمنى إن شاء الله نبقى دائما عند حسن ظنكم، وكنشكر الجمهور في قطر وفي العالم العربي. مستقبل الأجيال أنا اللي في إيديني، لعبة الأحلام من بدري
رعاك الله يا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وبحر بفكري تغير حال لي منهاك دنيا بالحب نفضل حال بعدني عن الدنيا وما فيها هلا رعاك الله يا ذكرى يا اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وبحر ايه رايكم